أهلا بيك يا فنان في أسرع كورس في العالم لتعليم الفشل. لو نفسك تتعب وتمنتج وتصرف وفي الآخر تجيب صفر مشاهدة، مبروك، انت جيت في المكان الصح. أكيد لفيت على قنوات اليوتيوب كلها وشفت الناس عمالة تديك نصايح، إيشي هوكات، إيشي مش عارف إيه، وجربت كل حاجة وفي الآخر بتفشل. تعال أقولك نعمل إيه. النهاردة هعلمك إزاي تدفن قناتك بإيدك في 7 خطوات بس. وعشان أنا والآلة بتاعتي عطلت، فخليني أحكي لك الخلاصة من قلب المعاناة. أول خطوة، خليك محترم بزيادة. اهتم بالجودة، هاتلك مايك يجيب 9-10 آلاف جنيه كده، واقعد اظبط في الفوليوم وعاني عشان تشيل النويز، وهات كتب اقراها عشان تطلع جملة واحدة ليها علاقة بعنوان الحلقة، وتعب نفسك في انترو سينمائي كده. كل ده عشان في الآخر يوتيوب يرميك لواحد مهتم بطريقة عمل المحشي، فيقلب في أول ثانية ويقول لك يوتيوب لا يا فنان، الفيديو ده وحش، خليه على الرف لما يعفن. الخطوة التانية، دوامة الهوكات الفاشلة. تاني خطوة، جرب كل حاجة وما تنجحش، اعمل هوك قوي يخض الناس، هتفشل. اعمل لوب يخلي الفيديو يتعاد، هتفشل. اعمل فيديو طويل وقول كلام ممل وبوظ الصوت والصورة عشان الناس تدخل تشتمك وتقولك انت فاشل، فتعمل تفاعل وبرضه هتفشل. انت حتى في الفشل فاشل. رابع خطوة بقى هي سر الجزء التاني الوهمي. اضحك عليهم، قول لهم استنوا الجزء التاني وما تنزلوش، خلي الناس تدخل في الكومنتات تحرق دمها. فين الجزء التاني؟ كمل الحكاية. وانت قاعد بتتفرج ومفيش فايدة، التفاعل يزيد، الفيوز بتموت. ودي بقى قمة الاحتراف في قتل القنوات. الخطوة الخامسة بقى، صراع الأجيال زي ما أنا عملت كده. قدم محتوى هادف، ابدأ بالعجوز والشاب، قدم نصايح بشكل جديد. الناس تقول لك يا عم ناقصين هم، اقلب واعمل آلة الزمن، رجعهم لأيام زمان والهدوء والجمال. برضه مفيش فايدة، طب أعمل سمع هوس، حاجة خفيفة وكوميدية عن ميكروباص، الفويس نوت الطويلة اللي بتجيب شلل رعاش، وبرضه يوتيوب باصص لك من الناحية التانية. سادس خطوة بقى أنا بسميها المخدر. افهم إن المشكلة مش فيك، المشكلة في اللي بيتفرج. المشاهد دلوقتي بقى مدمن هوكات، لازم يشوف شعر على الشاشة عشان يحاول يمسحها، أو واحد مربوط ومستني القطر يدوسه، أو صاروخ بينفجر في بق واحد. لو ما عملتش كده وأخدت الموضوع جد وتعبت في سكريبت اجتماعي محترم، يبقى أنت بتحكم على نفسك بالفشل يا فنان. كل ده ولسه ما فهمتش؟ طب خد بقى الخطوة السابعة والأخيرة، الروشتة الحقيقية للنجاح اللي احنا مش هنعملها. آخر خطوة عشان تنجح في اليوتيوب فعلا بتاع اليومين دول، لازم تكون تافه، اكدب، حط عناوين مضللة، صورة ملهاش علاقة بالمحتوى، هوك ملوش علاقة بيه. قدم تفاهة تلاقي اللايكات والشير بالملايين بتمطر عليك. إنما تاخدها جد وتعمل محتوى نضيف، لا يا حبيبي، اوعى، كده انت بتموت نفسك بالبطيء. لو انت وصلت لحد هنا تعال اقولك الخلاصة في الاخر. انا جربت كل ده، جربت اكون هادي، جربت اسرع الريتم عشان محدش يزهق، وجربت اعمل اللي انا لسه قايل لك عليه، اعمل فيديوهات بايظة بصوت بايظ بصورة وحشة. طب افضل اعمل فوكات، اغير الريتم، اسرعه ابطئه عشان الناس ما تزهقش. وجربت ادخل في الموضوع على طول والنتيجة في الاخر واحدة، بس الحقيقة انا لسه بكمل، مش عشان المشاهدات، عشان في كام بني ادم لسه مصدقين ان في واحد ممكن يعمل موضوع محترم، ممكن يتسمع وسط الزيطة دي. لو عجبك الفشل ده ما تنساش تعمل لايك وتشاركني تجربتك في الخوارزميات الظالمة. وسلام يا فنان، لحد ما آلة الزمن تتصلح أو نقفل القناة ونفتح محل كشري.